السلام عليكم ورحمة الله شباب، شلون حالكم؟ أموركم طيبة إن شاء الله. معكم معاذ بلباني، واليوم بنتكلموا عن الآيلتس. الفيديو هذا راح نشرح للناس اللي ما عمرها ما خاشة الامتحان من قبل وما تعرفش شنو برنامج الامتحان وشنو تتوقع انه يجيها في الامتحان. لكن الناس اللي خاشة الامتحان وغير تحس روحها ان هي تبي براكتس وتبي غير تطور من مستواها، لكن عندها خلفية على الامتحان، في الديسكربشن انا منزل مجموعة روابط راح تفيدك ان شاء الله. فهي نبدأ مع بعضنا ونشرحوا الآيلتس. شنو هو؟ الآيلتس عبارة عن امتحان لغة إنجليزية يحدد مستواك ويطلبوه منك 4 جهات as far as you know، اللي هم لو تبي تقدم عليه جامعة أو إنك أنت تبي تقدم عليه شغل، 3 تبي تقدم عليه اوكي فيزا، 4 إنك أنت تبي تهاجر لوين؟ كندا، أستراليا، نيوزيلاند or UK. مدة الامتحان 2 و45 دقيقة. There's no such thing as pass or fail. النتيجة تاخذها بعد أسبوعين وتكون صالحة لمدة 2 سنين. الإمكان الوحيد اللي تدير فيه الإمكان الوحيد اللي تقدر تديرها في ليبيا اللي هو جامعة طرابلس قاطع A. سعر الامتحان 330 دينار ليبي، وفي 30 ساعة مجانا من الموقع الرئيسي أو الرسمي لو تبي تدير براكتس. الامتحان ينقسم إلى قسمين، في الأكاديميك بارت، هذا يهم الناس اللي بيقدموا على جامعات أو إنه تبي تقدم عليه شغل، والشغل لازم يكون في مجال علمي، تكون مهندس أو طبيب يطلبوا منك الأكاديميك بارت. القسم الثاني اللي هو الجنرال بارت، هذا مطلوب للناس اللي تبي تقدم على شغل ماليش علاقة بالمجال العلمي، أو تبي تقدم عليه مستوى تعليم أقل من الجامعة، أو تبي تهاجر. يعني كانك تتكلم إنجليزي عندك امتحان اللي هو الآيلتس والسلبب باهي، وعندك كانك تتكلم فرنساوي تبي امتحان التف، ومرات ندير عليه فيديو الموضوع هذا. تو نشوفوا مع بعضنا تقسيمة الامتحان. الامتحان يتكون من 4 sections. عندك reading, writing, speaking and listening. خلي نشوفوا كل قسم بروحه. بالنسبة للreading part أو reading section ينقسم إلى قسمين، في general وفي academic. يعتمد طبعا بين الجنرال academic على حسب انت شنو تطلب. مجرد انت اول ما تبدا تبحث او انك انت تبي تسجل يسألك هو سؤال شنو نوع الامتحان تبيه، فلو قلت له انت جنرال الريدنج بيكون جنرال، وكان قلت له انت اكاديميك الريدنج بيكون اكاديميك. المهم عندك 60 دقيقة وعندك 40 سؤال، كل سؤال عندك فيه دقيقة و50 ثانية. وتلقى الإجابات، أنت تلقى الإجابات وعندك 3 قطع، والإجابات تلقاها من قطع، يعني الإجابات مش من راسك بكل. speed is required. وعندك الرايتنج بارت، هذا يشبه الريدنج بالضبط، ينقسم إلى قسمين اللي هما الأكاديميك وعندك الجنرال. بالنسبة للأكاديميك بارت هذا فيه 60 دقيقة، يعطيك 60 دقيقة وعندك سؤالين. السؤال الأول يقول لك يعطيك chart, table or data ويقول لك تكلم عليهم أو اشرح عليهم، لازم تكتب أقل شيء 150 كلمة في 20 دقيقة. وعندك السؤال الثاني عبارة عن essay تكتب فيه ما لا يقل على 250 كلمة في 40 دقيقة، عبارة عن وجهات نظر، يعني يسألك سؤال يقول لك شنو وجهة نظرك في الموضوع، هو ايش رايك فيه، شنو مش رايك فيه، حاجات هي يعني شنو مش رايك فيه. المهم تو نشوف general writing. بالنسبة للجنرال رايتنج هذا عندك 60 دقيقة زيها بالضبط وعندك سؤالين، لكن السؤال الأول ما يقولكش مثلا تكلم عليه تشارت أو مثلا يعطيك تيبل ويقول لك اشرح عليها، لا مش هيك بالضبط. شنو يقول لك؟ يقول لك مثلا تكلم عليه أو ما يقولكش تكلم عليه، يقول لك اكتب رسالة لصديق ليك مثلا سنين ما شفتاش، أو عذر لمديرك، أو مثلا خطاب رسمي، يعني يقول لك اكتب رسالة موجهة منك أنت لشخص ثاني. هذا هو السؤال الأول راح يكون. والسؤال الثاني يكون وجهة نظر، يعني agree or disagree، وجهة نظرك أنت الشخصية. مثال يجي يقول لك شو رأيك في نظرية التطور لداروين، فأنت بيجي تقول له والله مرات داروين يخرط، أو مثلا والله أنا نؤمن به الموضوع هواء مرات لا. إيه فهمت كيف ولا؟ وهو ما يهماش انك انت مع او ضد رأي. الفكره كلها يبي يشوفك هل تعرف تكتب الانترو، هل عندك التيسز، عندك الباريز تكتبهم صح، عندك الكونكلوجن تعرف وين تكتبه، عرفت شنو يدور بالضبط، ما يدورش الكلام
يعني ما يدورش هل انت موافق او مش موافق، يدور انك انت تعرف تكتب. وحاجه ثانيه، الكلام اللي تكتب فيه ميك سنس، يعني كلام منطقي، كلام مفهوم، مش هيك وخلاص. عايزه اديك سؤال في المنطق. معيش حاجه اخد فيها. عندك الليسننج، هذا ما فيش الاكاديميك والجنرال، ما فيش بوك رز، هم عباره عن 30 دقيقه وفي يتكون من 4 اقسام. القسم الاول محادثه بين شخصين، والقسم الثاني عباره عن شخص يوصف في شيء، حاجه معينه يوصف فيها، والقسم الثالث 3 أو 4 أنفار يتكلموا مع بعضهم، والاسئله تكون شن قال فلان وش نرد عليه فلان. القسم الرابع يعتبر اصعب قسم، علاش؟ لانه قسم تخصصي، تقعد تسمع في محاضره مثلا انت تخصص الطب والمحاضره كلها على الهندسه او الهندسه الميكانيكيه مثلا، فانت ما عندكش فكره على الكلام اللي يقول فيه، فهذا لا شيء يعتبر اصعب تخصص، فانت والزهر يعني في القسم الاخير. وعندك اخر حاجه اللي هي السبيكينج. السبيكينج زي الليسننج بالضبط، ما فيش شيء اكاديميك وجنرال. المده بتاع السبيكينج كلها من 11 ل 14 دقيقه، ويتكون من 3 اسئله. السؤال الاول ما عندكش ولا دقيقه انك انت تحضر له، بيسالك اسئله شخصيه جدا، شن اسمك، شن تقرا، شن تحب تدير، شن ما تحبش تدير، من وين، وانت شن وين ساكن، جاتك البلا في شكلك. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ تاخذ من 4 إلى 5 دقائق. وبعدين عندك سؤال ثاني، السؤال الثاني عباره عن يعطيك بطاقه فيها موضوع، والموضوع هذا عندك دقيقه واحده توتيله باش تتكلم عليه، وعندك دقيقتين للاجابه. وبعدين السؤال الثالث يكون فولو اب كويشن للسؤال الثاني، بيسالك مور ديتيل، عرفت؟ بيسالك شن علاش قلت هيك، يعني اسئله تابعه للسؤال الثاني بالضبط، يعني نفس السؤال غير بيتعمق شويه، وياخذ من 4 ل 5 دقائق. وهيك بعدين تلقى روحك انك كلها مع بعض السبيكينج ياخذ منك من 11 ل 14 دقيقه. اعتقد ان هذا اللي تبي تعرفه على الامتحان، ولو تبي تعرف او تبي تتعمق فيه الموضوع اكثر تلقى كل شيء في الروابط لوطه في الديسكربشن. وهذا اللي عندي اليوم، وثانك يو لكم جميعا.